ربي وفيه. فيصل أكيد. توكل على الله. جاهز للرمي والقصف. يلا نبدأ. توكل على الله. توكل على الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم، نرحب بكم بعد هذه السنابات الجميلة والحلوة مع الشاب الحلو واللطيف والجميل فيصل الغامدي. كيف حالك يا فيصل؟ الله يعافيك ويشرفني طال عمرك، والحمد لله على السلامة يا كروم، كل عام وانتم بخير. ما ادري قابلتك بعد العيد او لا؟ قابلتكم بس ما سلمت عليكم، كنتم تلعبون كورة انتم في الملعب. اي اتوقع. كنت انا جالس عند الشباب ومشيت على طول. كل عام وانتم بخير معيدين وانت بصحة وسلامة. طبعا نرحب بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم في هذه الحلقة الثالثة والرابعة من برنامج او من فقرة خفايا في برنامجكم الواقعي، برنامج المدهاة 2 على قناتكم قناة الواقع الفضائية. نرحب بكم ونرحب باستفساراتكم ونرحب بانتقاداتكم ونرحب بجميع تواصلكم أيا كان، سواء كان في تويتر أو الانستغرام أو سناب شات. سناب شات ما في تواصل، لكن طبعا مثل ما هو واضح قدامكم خفايا المتسابق فيصل الغامدي راح تكون معاكم بإذن الله تعالى هذه الليلة، وهذه الأمسية راح تكون فيها شوية أكشن، شوية معلومات جميلة، شوية معلومات حلوة. حاب أوضح نقطة للمشاهدين، ليس كل المشاهدين، حاب أوضح نقطة لجزء من المشاهدين، ليس كل الجزء، الجزء من المشاهدين. بالنسبة للخفايا، خفايا كل مذيع له طريقة معينة في البرنامج. البرايم كل واحد له طريقة معينة في البرايم. المسار كل واحد له طريقة في المسار. ما أحد يقدر يجبرك، خاصة من الإدارة، هم يعطونك الطريق لكن أنت تتصرف فيها يعني حيث شئت، يعني صح، عشان تطلع بالطريقة اللي أنت تحبها. أنا في ناس كثير قالوا لي ليش ما تغير خفايا تحطها كرسي اعتراف؟ أنا ما عندي مشكلة، أحطها كرسي اعتراف، أحطها خفايا، أنا دامجهم كلهم مع بعض. أجيب خفايا للمتسابق النجم اللي معاي، أيضا لابد أجيب خفايا له هنا في البرنامج، لازم أسأل عن أحداث في البرنامج. فهذه كلها خفايا، ليست خفايا فقط لما قبل البرنامج، لا، يمكن قبل البرنامج ما تهم نص المشاهدين. نص المشاهدين يبغى يسألون عن حاجات صارت في برنامج المدهاة، يبغى يسألون عنها، يستفسرون عنها، يعني يعرفون حاجات عن نجمهم اللي هو ضيف حلقة برنامج وفقرة خفايا. أرجع أقول بالنسبة للبرنامج أو فقرة خفايا، طبعا هي خفايا سواء كان قبل البرنامج ولا بعد البرنامج، لأنه إحنا تعرفون أحيانا نتواصل مع أهل المتسابق، مع أهل المتسابق أو أخوانا أو أصدقائه وكذا، يعطونكم معلومات بسيطة ما تكفي ساعة كاملة، فلازم ناخذ معلومات أيضا من الإعداد، من الإخراج، من الحاجات اللي ما شفتوها عن المتسابق. فيصل كيف حالك؟ الله يعافيك. شلونك؟ طيب؟ خير يا مال خير، الله يعافيك. فيصل أنا قبل شوي غردت بحسابي، طبعا أي واحد من المتابعين يبغى يسأل فيصل سؤال عن طريق تويتر، آخر تغريدة في حسابي باسم الكابتن كروم بالعربي، أنا سألت سؤال أو أعطيتهم خبر أن النجم معاي فيصل الغامدي. أي واحد يبغى يسأل يرد على التغريدة وأنا بشوفها. طبعا إذا سويت لها تفضيل يعني إن شاء الله بسألها. في بعض التغريدات أو الأسئلة مكررة، فأول واحد حطيته تفضيل عشان بس أرجع للتفضيل عندي أنا. ما راح أسأل أسئلة مكررة، في أسئلة كثيرة عن حاجة معينة، في حاجات مكررة، في حاجات غير لائقة. الجمهور جمهور فيصل تهاوشوا مع بعض. لازم نصلح بينهم. لا يجي واحد يسأل سؤال أو واحدة من المتابعات تسأل سؤال، تجي ثاني ترد عليها تقول أنت ايش دخلك؟ فأنا كلكم على العين والرأس، سواء كانوا متابعين ولا متابعات، سألتم ولا ما سألتم، طرحت أسئلتكم ولا ما طرحتها، كلكم على العين والرأس. والاختلاف في القضية لا يفسد للود قضية. اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. طيب في البداية نرحب فيصل الغامدي، أنا يكون معي جوالي إن شاء الله. ثالث مرة ترحب بي، تدري؟ كم؟ ثالث مرة ترحب. تدري يقول لك علم النفس في اليابان أنك لما ترحب بالشخص أكثر قدر ممكن من الترحيب يكون فيه ود، خاصة إذا كان فيه أول مرة تلتقون مع بعض، فهمت كيف؟ لما يكون في اجتماع بس واحد مثلك كل يوم هو وجهي. لما يكون في اجتماع كذا تقول يا هلا والله فيك، نورتنا كذا مرة مرتين ثلاث، يكون في ود أكثر، والود إن شاء الله بيننا موجود يعني. أكيد ما في شك. طبعا راح أول سؤال، طبعا عدة أسئلة راح نتناقش فيصل معك أونياك،
الاسئله نبغاها شوي سريعه. باذن الله. لما اعطيك سؤال تعطيني اجابه سريعه باذن الله. بحيث ان نلبي كل الرغبات. ان شاء الله. حاب يا فيصل اقول لك اسم الشخص اللي يسال ولا ما يحتاج؟ والله شيء على حسب قيمه السؤال. هو اذا قلت واحد لازم تقول بقيه، انا اشوف ان نقولها. باخذ راحتك. ممتاز. طيب فيصل، تداول كثير اليومين من بعض المتسابقين كلام انه فيه ناس متصنعه، ردك على هذا، وهل ترى من الاخوه قول مثل هذا؟ طبعا هذه نغم الحياه، تسالك ان في ناس متصنعين بالبرنامج ولا لا؟ والله شوف، البرنامج باسمه برنامج واقعي. قبل كل شيء التصنع يمكن يجي في بعض اللحظات البسيطه اللي يجبر الشخص انه يتصنع. يعني في تصنع. بعض اللحظات البسيطه. يعني في تصنع. بعض اللحظات البسيطه. يعني في تصنع. اي لحظات بسيطه. بعض لحظات تجبرك انك تصنع، لانك ما تبغى تطلع بالصوره السيئه. جميل. كل يعني, إنسان يعني فيصل يتصنع احيانا عشان يظهر قدام الناس بصوره جميله. فيصل. قلت فيصل؟ ايه. لا ما قلت فيصل. قلت بعضهم. بعضهم. انت منهم؟ بعضهم. انت منهم؟ انا ماني من البعض. انت ما تصنع ابد؟ لا ما اتصنع. يعني تتصنع. انا ايش قلت؟ قلت اتصنع لاجل ثلاثه خطا. يعني تتصنع لاجل ثلاثه خطا. حلو. هذا مو تصنع. طيب فيصل يتصنع لاجل ثلاثه خطا. مسكها علي. هاي يلا امسكوه. اسمع. تو الناس. اسمع. الناس فيصل. لا بس اسمع. هذا ما اسمه تصنع، هذا اسمه طور نفسك. انا جاي اطور هو ضروري بكل مكان لابد الواحد يتصنع. احيانا لو يجيك واحد برا ما تحبه تبتسم وبرجك تتصنع. صح. هذا عادي، ما عندك اي مشكله فيه. ليش خفت يا فيصل؟ هذا هو سؤال. لا لسه عاد الجمهور. ياو. طيب فيصل، ريناس تقول وش قرابتك بصالح؟ سريع. والله شو اخفينا هذه الاجابه لان مو سيكشن لصالح، لكن صالح خال اخواني من ابوي. خال اخوانك من ابوي. من ابوك. اخت عمتي. ايه جميل. طيب مرام الحربي تقول ليش علاقتك رسميه مع عند بعض الشباب مثل ماجد ويوسف بعكس اصدقاء المقربين منه؟ ليش يا فيصل؟ والله اذا الشخص ما يقبلني يعني في بعض اللحظات انا ما يعني ماجد ويوسف ممكن ما يقبلون. يمكن جاف من ناحيتي انا لشيء ما ادري عنها، لكن انا مع الشباب والله رتم واحد. الا الشخص اللي يعني ما قبل. طيب انت الحين كذا تعارض سؤالك، تقول هي ليش علاقتك رسميه؟ انا علمت لان الشخص ما بقابلني في بعض اللحظات. إيه بس انت تقول اكون رسمي معه. انت تقول الحين علاقتك مع الشباب كلهم؟ مع الشباب الباقيين. يعني هم استثنائيين. جميل. طيب طبعا هذا سؤال استفز شوي كثير من متابعينك. سأل توفيقك بالله او توفيقك يا الله، سأل سؤال او سألت سؤال تقول اسئله ليش دائما يتصنع ويناقز كثير، فكثير من جمهورك ردوا علي يقولون لا، انا اقول ما عندكم مشكله، لا احد يزعل من الاسئله لانه فيصل تزعل؟ لا انا ما انا ازعل اذا انتم زعلتوا على بعض. يا سلام عليك. والله ابغاكم يد واحده، لا تزعلوا من بعض، خل كل ياخذ راحته. ليش تناقز كثير؟ والله الرجال الحي ناقز. الجنوب تطلع جنوبيه. عاد هذه لعبتنا يا الجنوب بعد. طيب يعطيك العافيه. طبعا في الصور بعد شوي ان شاء الله راح نعرضها، راح تنعرض امامكم على الشاشه، راح يعلق عليها، راح نخلي 4 اسئله 5 اسئله بعدين نشوف صوره باذن الله او صورتين ونعلق عليها. زين باذن الله. طيب فيصل. لا هلا به. ان دخلت البرنامج تبحث عن الشهرة؟ لا. ليش تدخل البرنامج؟ تبحث عن فلوس؟ لا. هي شهرة يا فلوس البرنامج؟ طيب هي فترة انقطاع الوظيفة. جميل. ما حصلت لي الشهادة اللي كنت أو خلصتها، لكن الشهادة باقي ما وصلت، فما تيسرت لي وظيفة إلا وظائف عادية يعني دارس أهلية وظائف خاصة، لكن الوظائف الحكومية ما تيسرت لي، فقلت أحسن من أجلس الجلسة هذه فاضية حتى لو فيه يعني أشياء عوض، لكن برنامج ده أفضل بكثير. قلت يعني آخذ وقتي في البرنامج هذا عسى إن شاء الله نطلع بشيء يفيدنا ويفيد المشاهدين. جميل. يعني أنت قلت والله دامني فاضي خلينا نروح أطلع في القناة أجلس أسولف مع الناس وكذا. ما عندك هدف معين؟ ألا فيه، لكن البرنامج نستفيد، قلت لك أنا أستفيد وأفيد المشاهدين. يعني هذا هدف ممكن تعطي رسالة. أقضي وقتي نفيد نفسي وافيد المشاهدين. يا سلام عليك، يعني ممكن تستفيد من الجلسات المشايخ اللي يجون الفقرات، ما فيها شك. بالاضافه انك ممكن تعطي رساله هادفه للمشاهدين. شكرا، الله يقوينا ان شاء الله. جميل. طيب وش فائده الرباعي؟ معلومه ابغى اقول لك اياها وابغى المشاهدين يعرفونها. الرباعي ترى جت من الجمهور وما جت منا. اللي حصل وش قصه الرباعي بشكل مختصر؟ قصتها بشكل مختصر، انا صالح طالعين من الديره جاي البرنامج. قلت صالح البرنامج اشتغل نفسك، انا اشتغل نفسي.
قال ليش؟ قلت له اذا اشتغلت انا معك وياه دايم مع بعض راح يشوفون الربع تبدا تحزبات. حلو. فقال ابشر ابد اشتغل بس ما يمنع انه خلاص ما عاد نسولف لا، بس بعض المواقف لا لازم نكون جا في شيء عن بعضنا عشان ما يشك احد يقول تحزبات، مع اني معذور لو تحزبت مع صالح ولد عمي قريبي. لكن لقيت مشعل اقرب شخص من ناحيه الجو يفهم فيصل وافهمه بسرعه. حلو. فكنت صرت مع مشعل. صالح لقانا خالد قريب له بنفس الجو صار معه، بحيث انه ما قدرت ابتعد عن صالح انا. فتقرب خالد ومشعل بسببي انا وصالح. صار الاربعه سوا نفس الجو نفس كل شيء، لان جو انا وصالح سوا اجوانا سوا. وهذه انا اتمنى من الجماهير ان كلمه رباعي ما يركزون عليها كثير. صح ان الاربعه بدعوا اليوم، الاربعه كونوا الاربعه امتعونا، الاربعه ضحكونا، بس ما يكونونها كحزب. انا اتمنى ذا الشيء، حتى انا وصالح والشباب اللي معي الايام الجايه يعني دخلنا في الشباب، يعني نبغى نظهر للمشاهدين انه ما لازم يا فيصل انت مع مشعل ومع خالد مع صالح. يعني تلقانا الايام الجايه تلقانا احيانا انا مع احمد سليطي مع عجلان مع عبد الكاتب مع الحمري مع راشد، بحيث ان الصوره كلمه رباعي تحزب ما ارضاها انا ولا يرضونها المشاهدين ابدا. لكن كلمه رباعي يعني اسعدونا اليوم رباعي. طيب. هذه يعطيك العافيه. بالعكس احنا رباعي مستمر عشان اختصار كلامك يا فيصل انه والله جت تلقائيه من عند الجمهور، لكن لا تركزون عليها كرباعي حزبيه، لكن هي مع الشباب كلهم احنا متكاتفين، لكن ما يمنع ان تقدموا رساله كامله انتم الرباعي. بيض الله وجهك. يا سلام عليك. ليتكم مثل كرو. هم احسن ان شاء الله مني. هم افضل. لا. محبه بدايه والمدهال تقول لك ليش فيصل الغامدي دمعته سريعه، وهل عنده ظروف تخلي فعلا تحرك مشاعره عشان تطلع دمعته؟ والله يا شوف، انا اذا الشخص كان قريب مني حيل احطه في مقام الوالد. ومقام الوالد ما يوفيها احد، لكن شخص يهتم فيك يقدرك يعرف ايش تبي قبل لا تتكلم، احطه يعني اخذ جزء من جزء الوالد، من اجزاء الوالد. جميل. فزي عبد الرحمن حميدان امس كان ابوي في المدهال قبل ابوي بغازي، ابونا عاد كلنا، لكن عبد الرحمن كان ابوي انا في المدهال، فتاثرت بخروجه، والله يوفقه ان شاء الله. طيب تخيل شخص واقف قدامك مدة 10 ثواني، تخيل قدامك الحين واقف شخص مدة 10 ثواني قايل كذا، يطالع لك عينك بعينه، يتحرك بشويش وانت تطالع له وتطالع له مدة 10 ثواني، بعدها اختفاء. أبوك ايش تقول له بعد ما يختفي؟ والله يعني الشيء اللي كان أبوي حريص عليه أن يكون بعده رجال، وهذا مفروغ منها. هذه مفروغ منها، لكن كان حريص حرص بزيادة علينا. أكيد أنت قلت ب10 ثواني بيختفي، هو مختفي من صف ثاني ابتدائي، يعني ما أبى أنصدم من غيابه، هذا شيء عادي، لكن أحب رجله. هو ما يحتاج إلا دعواتكم. أبد ما بنقصر أبد، هذا وكفو والله، أنتم مقصرين إن شاء الله. يمكن بعض الأسئلة ينزعجون منها الجمهور، لكن لا تطالع يسار زين. ما شفت. لكن هي كذا طريقتي أنا في البرنامج كذا، اللي قابلها إن شاء الله كلكم قابلينها. لا أنا قابلها، ما عليك، الجمهور بيقبلها إذا أنا قبلتها. واللي مو قابلها ما عنده مشكلة، ممكن يغير القناة، أنا ما عندك أي مشكلة، أهم شيء لا أحد يزعل نفسه يعني. طيب إيش رأيك نشوف صورتين بعدها نكمل الأسئلة؟ يلا يا مخرج نشوف الصورة الأولى والثانية تعرض على المشاهدين، تعرض عند فيصل هنا. هذه الصورة الأولى واحد راكب سيكل، وشوف الصورة الثانية وبعدها خلاص. هذه الصورة الأولى طفل راكب سيكل، حتى السيكل في لمبة قدام الحمراء ذي اللي تولع. فيصل هذه الصورة الثانية صورة جماعية، يبدو أنك أنت اللي تحت يسار. إيه جالس يسار. خلاص يا مخرج وقف الصور. فيصل الصورة الأولى صورة الطفل لابس أزرق وراكب سيكل، مين هذا؟ أنا والله يا أخوي سفر يا أخوي محمد، أنا والله ما ميزت الصورة صح. طيب. أنت كنت تطالع السيكل صح؟ كيف؟ كنت تطالع السيكل ما تطالع الصورة.
لا والله لا وجهه واشوفه اعرف. ما حفظت، ما تعرف وجه اخوك؟ والله نسيت يا رجال، انا ما اميز بينهم خاصه من صغار. شكل طيب واحد. اكبر منك هو ولا صار؟ لا اكبر مني. اكبر منك. ايه كم عمره الحين؟ في 3 اكبر مني واثنين الكبار بينهم. اللي متوقع انه منهم هذا كم عمره تقريبا؟ والله ما ادري، يا اسفر يا محمد يا عمي عبد الغني ابو فهد. لا عبد الغني توقع. طيب الصورة الثانية صورة جماعية، يبدو انها صورة العائلة او اقاربك وزي كذا. هذه في عيد الفطر الماضي نفسه. حلو. اذكر لي اكثر عدد ممكن من الاسماء اللي موجودين فيها بدون ما طالع الصورة. ابوي اللي هو عمي محمد بالسفر. ونعم فيه. مالك زود. عمي الثاني صار منه عبد الغني، وعمي عبد الله، وعمي فهد، وعمي عثمان. ايوه. بعدين يبدا اخواني محمد، عبد العزيز، عبد الله، عبد الرحمن، وليد. اخوي سفر كان مداوم يوم العيد. جميل. ما كان معنا في الصوره. هو طيب. اكبر اخواني سوا. الله يخليكم لبعض. اللهم عزيزة بنت سلمان تسألك سؤال، تقول لاحظنا عليكم احنا كمتابعين لما كنتم مع بعض بعد ما انوخذت الجوالات منكم بعد العيد، يبدو انه بعد العيد فترة العيد انوخذت الجوالات منكم، يعني اطلعتوا على الجوالات وبعدها انسحبت الجوالات. صار بينكم تحزبات كثير. هل لها علاقة في تويتر ولا جمهور فلان وفلان وفلان، ولا والله شفت والله فلان عليه مثلا له جمهور معين وانت مثلا يعني وش السبب؟ والله شوف، اللي يقول انا ما تاثر هذا لا تصدقه. كل واحد يعني فيه تحزبات بعد الفترة هذه. هو يتاثر، بعضهم على طول يصدق الكلمه يحطها في راسه، ربما يعني انه كاول ظهور له اعلامي ما يقدر يتعامل مع الموقف هذا سبب عليه، وحصلت مثل ما قلت ما بعد تحزبات، يعني جفاف من بعض الاشخاص بسبب كلام الجمهور، او ما نقول الجمهور العام محافظ، لكن من كلام ناس حاقدين. ليش احنا دائما نقول احنا دائما جمهور العام محافظ؟ من يتابعنا؟ كيف؟ من يتابعنا؟ معقول بيتابعنا واحد مثلا غير جمهور محافظ بيستهدف وكذا؟ يمكن فيه. طيب حلو، يمكن شلون علاقتك مع ماجد؟ عسل. ليش لما اشوف من دقة الملاحظة للشباب الجمهور، ليش لما طلعت في العيد الغيت متابع الماجد؟ الله، شو السبب؟ الجوال كان معي وقت الغاء متابعه ولا لا؟ ايه لا، فترة العيد فترة العيد متابعه ولا لغيتها؟ ولا الجوال مع الحساب مع فريق الدعم. جميل. ليش الغوها؟ والله عاد اعطني جوالك خليني اسالهم. لا فيصل اكيد انك تعرف حتى لو. لا والله ما اعرف، انا تفاجأت حتى ان الغوا متابعة شخص ثاني. شخص ثاني وقت العيد. اها. وهي الشاعرة الكايفة العتيبي، وجه لها تحية من هنا. دخلت خاص، ليش الغيت متابعة ليش؟ قلت انا ما عندك خبر انت؟ وقت العيد هذا الكلام الغوا متابعة شخص قبل. لكن انا تابعت ماجد، اخي مسحوب الجوالات، ما عرفت ماجد الا البرنامج، ومسحوب الجوالات من قبل البرنامج. وسويت متابعة. هذا الحين اللي ماسك الدعم يتابع ماجد عسير. اللي يا اخي من قلب يا اخي دقيقة خلينا نكون واقعيين شوي. متابعة تنزل قيمة شخص، ترفع قيمة شخص. لا هم ما اتكلم عن كذا. لا دقيقة لحظة لا هم يفهمون زي كذا. لا مرام الحربي لاحظت ملاحظة سألتك سؤال عادي. بس انا هي قالت تنقص ولا هي قالت هل اوجه كلام لبعضهم اللي يشوفني انتقصت من ماجد مثلا لو الغيت متابعته انا. لا الشيخ محمد العريفي ما هو متابع ولا واحد في تويتر، يعني ما هو مستنقص الناس عادي. هذا هو الكلام. يعني بعضهم لا يشوف حر، يعني بعضهم لا يشوف من بينك وبين فلان شيء. طيب يا اخي بعضهم تابع الواتس، تويتر، فيسبوك، انستغرام، بابا لا دقيقة اعطني كرت عالة خليني اضيفك معي. طيب مريم تسأل سؤال. يكفيني على رقم كل جوال. مريم تقول فيصل ليش انت لما يطرح عليك سؤال او يطرح على احد المشاركين سؤال تجاوب انت؟ كيف؟ لما يطرح على احد المشاركين سؤال تجاوب انت. يعني يطرح علي السؤال انا؟ لا يطرح على واحد ثاني من المشاركين اجاوب انا. تجاوب انت. لان بعضهم ترتيب الكلام عنده ضعيف، او انه بيقفز بكلمه تضيعه، فاحاول اوقف انا قبله اما جت وجهي، ولا اهم شيء اسلمهم. يعني هذه ثقه ولا غرور؟ لا شو ما هي غرور، هذا خويي ولازم اوقف مع الموقف هذا. هو طلب منك يعني؟ لا ما هو طلب، انا اعرف الاشخاص اللي لسانهم ينفلت في بعض الامور، فحاول اوقف قبل لا يتكلمون. جميل. طيب
والسومة تقول سؤال، هم الرباعي المرح صوت ولا الأحمري؟ هل هو انتقام للبقية لأن صوتوا لأن صوتوا ضده الأسبوع الماضي؟ ترى هذه يعني معلش جاوب على الأسئلة، لازم تحترم بجاوب. بس السومة الجنوبية احترموا لها التحية على دعمها معي. منها؟ السومة هذه الجنوبية تقول. لا هي والسومة بس. السومة الجنوبية. لا بس والسومة. هذه السومة الجنوبية وجهة تحية. لكن على فكرة ترى الأسماء ممكن تتقارب يعني. لكن شوف أنا مثل هذه الأسئلة أنا أتقبلها بكل صدر رحب، لكن لو واحد مكاني هنا يمكن معلش اختصار يا فيصل، أعطني إجابة. الإجابة لا والله الأحمري. أنا أشوف أن عبد الله الأحمري إنسان يقدم شيء في البرامج، يضع له بصمة صح، بصمة صحيح، يعني الإنسان تراهن عليه. جميل. فأنا حقيت لها صوت. بعدين ترى ما هو بالرباعي كلهم يصوتون على قولتهم الرباعي، ما هو كلهم يصوتون الأحمري. طيب عيال إخوانك من أكثر واحد تشتاق له؟ هذه بنت الغلط تسألك بشكل سريع، اسمين عطنا. عيال إخوانك؟ اسمه. إحنا أقول له تزعل أمه الثانية، إذا ما قلت له تزعل أمه الثانية. أعطنا اسمين. والله أنا عارف إن كلهم تشتاق لهم. إيه. لكن أعطنا اسمين عادي يعني. عامر ولد أخوي محمد وروان بنت أختي. جميل. تميم. طيب ريم تقول لك أنت مقتنع بصوتك؟ يعني هل أنت مصر على أنك تستمر في الإنشاد أو حاب تغير مجال ثاني؟ والله شوف أنا مع أنك مشعلة ما شاء الله، يعني جيتك قبل شوي وأنت جالس هنا وحدك وتنشد وأنا برا. واضح إني مقتنع. إيه. لا والله شوف ما اقتنعت بصوت إلا بشهادة ناس متخصصين في الإنشاد، مثل وناس لهم ثقات، منهم الشاعر رافع العمري. شاعر مو منشد، ما له دخل. شاعر. لا معلش. طيب أعطنا منشد. أعطيك منشد. الشاعر يقيمك على جمعة الحارثي. حلو نعم. عبد العزيز اليامي. نعم. ناصر البكر اللي هم منه وفينا. أحمد السليطي منشدين. منشدانا والله هواي منشدين كثار. حلو. أنا ما أدري أظلم أحد. هذا يعني اللي جو على بالي الحين ولا واجد قالوا لي. طيب القلم الأخير تسألك، القلم الأخير تسألك تقول أنت أول ما بديت في برنامج المدهال 2 لمحت تلميحة إن بينك وبين أحد أقاربك خصام، يعني مشكلة. إيه. ما أدري انحلت المشكلة ولا باقي؟ والله شوف خصام أحبه على قولتهم، هو كان سببها مع أخوي محمد. جميل. قبل البرنامج تقريبا فترة أسبوع ونص ما قابلته لأني كنت مسافر ورجعت الديرة، فعلى طول طلعت الرياض بدون ما أواجهه، وهذا عيب علي إني ما أواجه أخوي الكبير محمد وأسلم عليه قبل لا أمشي. حلو. حتى مع الخط أمي تتصل علي، ليش ما اتصلت على أخوك محمد؟ كنت مستحي إني أكلمه. حلو. فكان حتى هو ينتظرني أتصل عليه، هو حق علي إن أنا أتصل عليه قبل هو يتصل، أنا أصغر منه. في يوم أخذنا الجوال يوم العيد دقيت له والله الخاطر طيب وأبد أخوي محمد قد الوضع وأنا حزامه وعطي يدي في كل أمر. جميل. ونعم فيك وفيه. ونعم بحالك. أنت طالب ولا موظف؟ ولا بالجامعة؟ طالب الوظيفة. خلصت آخر شهادة؟ خلصت الجامعة ودرست دبلوم تربية سنة جامعة الملك سعود. الجامعة بكالوريوس أي تخصص؟ إنجليزي. غير تربوي طبعا. غير تربوي عام. إيه لازم تاخذ سنة كاملة تربوي. إيه سنة كاملة وأخذتها الحمد لله. حلو. والحين متفرغ، ما تعديت اختبار كفايات عشان أتعين أصير مدرس. ما تعديتها؟ لا. ليش؟ اسأل عاد. توفيق من الله. هكذا توفيق من الله. خير إن شاء الله. خير. طبعا هذا السؤال من مدهالية، هي اللي سألت السؤال قال هل أنت موظف ولا طالب ولا كذا. طيب يا يوسف ايش رايك نشوف صورتين عشان نغير رتم الحلقة؟ هذه الصورة الأولى أنت جنبك واحد طويل ما شاء الله تبارك الله. هذا علق عليها يوسف، هي فيصل هي موجودة، خليها يا يوسف شوي علق عليها. أيوة. هذه الصورة أنا كنت في المول المملكة، فواجهت الشخص ذا ما شاء الله تبارك الله، انبهرت من طوله فقلت باخذ صورة معه. ما تعرفه هو؟ لا والله ما أعرفه. لو أعرف واحد مثل هذا كان ما فرقته. كان هذا يصير الدعم حقه. طيب شوف الصورة الثانية يا أستاذ يوسف. الرحب. هذه كثير الناس يسألون إنها بنت لكن هي ولد صح؟ أيوه هي ولد. ولد. يا تميم ابن التميم اللي بيم الوجيه. هذا تميم ولد أختي الله يحفظه يخليه العين ترجيه إن شاء الله. كم عمره الحين؟ والله اني ما ادري، لكن عمره الحين تقريبا 3 سنوات او 3 سنوات الا. جميل. طيب
عفاف تسألك سؤال، تقول لك شخصيتك الجميلة منين اكتسبتها؟ والله هو شخصية من ناحية مظهر ولا كشخصية تعامل وأسلوب؟ أكيد تعامل أسلوب، مظهر منه. شوف والله تعامل وأسلوب هي طبيعة فيصل من هو صغير مع أخوانه. حلو. يعني ما بقول إني كذا مع أخواني، لا، بتجي شطحات بتجي مزح ذا، لكن مع ربعي وجماعتي، وخاصة في بداية ظهوري في الإنشاد قررت إني أكون يعني بأسلوب تعامل، هذا هو المطلوب من أي إعلامي، إن يكون تعامله لطيف مع أي واحد. إعلامي، أنت قبل البرنامج لك تجربة في المجال الإعلامي؟ إيه بقول كثير. جميل. إيه أنا بس عشان أوضح الجمهور. طيب مشاهدينا الكرام، 9/11 اسم فيصل بتويتر كثير سأل عنه. 9/16 عفوا 9/16 كثير سألوا عنه الشباب في تويتر، وش سره؟ طبعا أنا أعرف سره، وإذا ما قاله فقوله في نهاية الحلقة. ليش تغير وجهك؟ ما تغير وجهك. طيب ممكن تعطينا السر الاسم؟ والله يا أخي الرقم دقرته عليه، خل شوي. أي خله هو. جميل. طيب شوي إن شاء الله هو يعني يعطينا طيب تحب الدجاج؟ لو الدجاج ما عشنا. جميل. تحب الديكة؟ إيه لكن ما حد ياكل ديكة، أحبها كمظهر وصوت. طيب دامك ما تحب الديكة، ليش نطيت ورا ديك طايح في البير 22 متر؟ على فكرة فيصل أظن يطارد له ديك وقبل فترة، كنت صغير ها؟ لا يا رجل قريب ترى. قريب إيه قبل فترة يطارد ديك، والديك هذا طاح في البير أو نزل في البير، وجاء أخونا في الله نزل وراه تقريبا 22 متر 30 ما طلعوه إلا الدفاع المدني. الدفاع المدني جو طلعوه عشان الديك. وش سالفتها؟ رفق بالحيوان. أول شيء ولا تذبح نفسك ولا تذبح إنسان. السالفة يمكن وصلتك خطأ أو مغلوطة. الحاصل كنت في البيت، جت الوالدة قالت الديك في البير طايح طلع. حلو. اي فكان اخوي عبد الرحمن امسي عليه بالخير ويبشر بردها. كان اخوي عبد الرحمن معي ماسك حبل ونزلت تحت البير على اللي بطلع الديك، ربطنا الديك طلعناه، نزل الحبل، فتفاجأت ان الحبل كله طاح عندي، رمى الحبل علي. اوه شوي والله نزل المطر، ضرب مطر في ماسوره حقت الماكينه، لو طلع معها هازل يقول المطر. نذاله كان الجو ممطر ها؟ اي كان بدايه المطر، فنذاله منه. المشكلة لو يمتلي المويه إذا لا ما تتري شكل، حتى فيه صفيان على قولتهم. ايه تقدر تطلع فوق. صفيان يطلع فوق. ف قال خلنا نقعد دفاع مدني راقدين بس. اغلب دفاع مدني كلهم من الجماعه. اتصل دفاع مدني وجاء الاسعاف وجاء حتى الوايد حق الماء، ليش جاء ما ادري. في جو الرافعه فسحبوني. انا هذه كلها هينه، بس يوم طلعت على صحيفه العقيق مصوره. الحمد لله. طيب لو وقف قدامك خالد ومشعل في ابراهيم وعندك صوت واحد فقط تخلي واحد يرجع، خالد ومشعل قدامك في ابراهيم، عندك صوت واحد ترجع واحد منهم، ترجع مين؟ مشعل ما يحتاج لها. مشعل بدون نقص في خالد أخوي. طيب اكيد. هذا طبعا السؤال من رب اغفر لي. ميمي تقول ما هو الشيء الذي ندمت عليه على عمله ونزلت دموعك منه؟ بشكل عام سواء في البرنامج ولا قبل البرنامج. موقف بالذات ولا الطريقة اللي نعم؟ موقف يعني بالذات؟ ايه. إذا ما تذكر شيء ما عندك أي مشكلة. والله حاليا ما عندي يعني أي شيء. طيب مين المنشد اللي ودك تنشد معاه؟ المنشدين المعروفين يعني. صالح اليامي. صالح اليامي. طيب. في شيء حاب، طبعا هذه ميم الشمري، في شيء حاب تغيره فيك؟ ايه. مثل؟ شيء شخصي. ما أنت مضحى؟ لا أبد. طيب 9/16 عودنا. ممكن تقول لي وش سر 9/16؟ والله شوف يعني 9/16 لو لاحظوه هي على توقيت، التوقيت هذا التوقيت هذا يعني توقيت خاص لفيصل. طيب بس خلاص هذا اللي عندي. طيب متابع بن سلمان يقول لك ليش دائما فيصل أجوبتك دبلوماسية؟ والله العظيم ما ادري ايش معنى دبلوماسيه. دبلوماسية يعني ما تبغى تزعل احد ولا ترضي احد، ودك تخليها اجابه عامه. زي مثلا
من تحب من الشباب؟ والله احبهم كلهم. هذه اجابه بدون ممثلين، ادري انك اجابه بدون ممثلين، لكن هو السؤال موجه لك، من تحب من الشباب؟ يعني والله كل واحد. شوف فيصل يمكن يعرفوني خاصة الناس القريبين مني، ما أحب أزعل أحد حتى لو إنه أخطأ علي أقفيه وأخليه، ما أزعل. جميل. بنت الغلا تقول لك من الشخص اللي ودك انه يزورك هنا؟ من الشخص؟ اسم واحد فقط. والله محمد أخوي. محمد اخوك؟ اي والله. ليش؟ والله أبغى أحب راسي وأعذر له، رغم إنه هو راضي لكن لا ما أقدر. زيادة الخير خيرين، ها؟ أكيد. طيب نظرة عتاب تقول لك هل تستحق انك تشوف نفسك انت ماسك البيرق؟ او تتوقع مين يستحقه لو مو انت؟ والله شوف ما حد يستنقص نفسه لاجل البيرق، كلنا نبغى نمسك البيرق وانا ان شاء الله ابغى البيرق. حلو. لكن اما من هو؟ والله في منافسين، مشكلة كل منافس له مجاله. صح. يعني ما تحكم في مجال هذا تلقاك ظلمت هذا في مجال ثاني. لكن كثقافة محمد الرحيل، كحركة وحياة صالح شريف. جميل. طيب رب اغفر لي تقول احنا مو حابينك نشوفك في البرايم. يعني انا اللي احب. حلو. ما انتظر السؤال. لا انتظر السؤال. طيب تم. ليش تتاخر عن الصلاة؟ والصلاة تعرف ان فيها درجات. والله الدرجات عند الله قبل كل شيء والدرجات هنا. والله شوف انا من الناس اللي نومي ثقيل 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 ثقيل. حلو. لكن نحاول ان شاء الله. لو كان مطلع بفائدة البرنامج الا اني حسنت صلاتي في وقتها يكفيني هذا، لا بيرق ولا شيء الصلاة. طيب لو طلع مشعل من البرنامج ايش ردة فعلك تكون؟ والله شوف هو قال لي اذا طلعت يا فيصل انا بطلع، لكن انا اقول له يا مشعل اذا طلعت انت انا ماني طالع لاني بكمل اللي بديت به انت. اذا طلع فيصل يطلع مشعل لا مش ابغاك تكمل. طيب لين الروسان تقول لو كانت امك محتاجتك ذيك الايام تطلع من البرنامج؟ وجه السؤال لها نفسها. تقعد؟ والله ما اجلس. كيف وجه السؤال مين؟ وجه السؤال لها نفسها وشوف اجابتها. مين؟ اذا هي تجلس؟ اللي قصدك لين؟ اي اذا هي تجلس والله ماني بجالس لها. لين مو مشاركه معنا. لا بس اكيد تسمعنا الحين. اي تسمعنا. وجوابها اكيد بيكون لا والله ما تجلس، فانا اكيد والله ماني جالس. هذا عدل. طيب وش طموحك بعد البرنامج؟ ومين اقرب اثنين لك في البرنامج؟ بعدها بنشوف الصور. طبعا بعدها عندي حاجات خارج البرنامج قبل البرنامج. انا هذه اسئله فقط من الجمهور عشان نسددوا وقارب، ونبغى نسال من الجمهور. اسال من الخفايا اللي عندي، نشوف الصور، ننوع في البرنامج. مين اقرب اثنين؟ ولو طلعت برا البرنامج وش بيصير وضعك؟ اقرب اثنين صالح المشعل. حلو. لو طلعت من برنامج وش طموحك يعني او توجهك؟ طموحي ايه توجهي ان شاء الله باذن الله تخطيط مع الشباب نطلع برا نتمشى، تمشي ترفيقه الى بدايه الترم الثاني، بعدها راح ابحث عن وظيفه اثبت فيها. يعني طموحك الحين انك تطلع تتمشى بس؟ لا انت قلت بعد البرنامج وش بتسوي؟ إيه بعد البرنامج شهر شهرين ثلاثه وش يعني؟ هل ابي اشوف من ناحيه الاعلام راح البي ان شاء الله باذن الله الرغبات اللي توصلني كتسجيلات كحضور حفلات. هذا ان جاني. ابي يجيك ان شاء الله باذن الله. انا اقول لك ان جاني. طيب هذا طبعا سؤال مشترك من ساره بنت سلمان و 907 اي ما ادري شو السعد اسمه حرف. اسالها ليش حاطه 907؟ إيه. نفس الحكايه هند تسال تقول 9 16. اخر دمع نزلت رب اغفر لي سالنا قبل شوي. سؤال موجه لك. ام سعود تقول لك ام سعود فوق راسها 4 علامات استفهام. تقول ليش فيصل ما زار احد من اقاربه بالعيد؟ والله كل اقاربي يعرفون السبب. اول يوم في العيد ما قضيته في الديره، كنت معزوم فيها بهامسيه. حلو. ثاني يوم كنت معزوم زواج في الديره وقابلتهم. ثالث يوم كنت معزوم زواج في الديره. رابع يوم في الطايف. خامس يوم في سادس يوم في بلقر.
ما فضيت والله أبد. طيب طبعا رمسيسة تقول اسأل فيصل أصعب موقف مر عليه، هذا سألنا قبل شوي. يقولون في سؤال يقول لك يا ليت تسأل وش رأيه عن بعض بنات فريق دعمه يشجعونه ويسوون اللي ويسبون اللي يعارضونه. هذه طبعا قلتها أنت قبل شوي. لا كلهم ما نرضاها كلهم عليهم في راس. لا والله بعد أتمنى من فريق الدعم كلها المتسابقين تكون يد واحدة. احنا مثل ما احنا متسابقين شايلين برنامج ونظهر بالصورة حلوة، انتم بعد انتم الحين الجوال في يديك ما في يدينا. طيب لو واحد من اقاربك طلبك الحفلة معينة تاخذ منها مبلغ؟ لا اذا جاني من عندهم برفض اذا صار حق واجب. جميل. نشوف صورتين يا مخرجنا الاستاذ يوسف ونرجع مرة ثانية. ابغاك تعرض لي الصورة الأولى عشان نعلق عليها، والصورة موجودة معروضة قدام الشاشة أو على الشاشة. هذه خلصنا من هذه. لا ما هي معروضة عند المشاهدين. يلا استاذ يوسف نعرض صورتين. هاي الصورة الأولى. أرحب أشوفك ابتسمت يا فيصل، شو الموضوع؟ الله يطعني عنه، هذا سعد ولد أخوي سور. هذا كان ماشي فيني يقول خليك الرياض قبل لا أطلع من الديرة. هذه صورة في شواحط، أتحدى أحد يعرفها من المشاهدين. شواحط هذه يعني أحب مكان لأمي. شواحط زي هذا، أنا أشوف الحجر زي الحرة. إيه. طيب هذه الصورة هذه الثانية. عمي يشبه اختلاف ثمنه. ركز فيه. قرب والله ما أشوف. أرجع مكانك إي والله عمي يشبه اختلاف. عمك مين؟ هذا عمي فهد. والله أول مرة أشوف الصورة دي. لا يكون تجنس ولا راح. عمك هذا أكبر منك طبعا. إي عمي أكبر مني. في عم واحد بس هو أصغر مني، البقية أكبر. وين كانت الصورة ولا ما تعرف؟ أنت أول مرة تشوفها؟ هو راح أخذ شهر العسل بس ما أدري وين. يعني هو الحين كذا مشخص شهر العسل ها؟ عادي يبغى اختلف ثقافات. لا ثقافات. استاذ احنا لبسنا اشياء منها. دقيقة أحس إنه مركب في الصورة. لا صحيح الصورة زي ما هي. يا شو. طيب ميزة بلوي تقول قبل البرنامج كان رقمك في البايو حسابك. أول ما دخلت البرنامج أنت تشيل الرقم، ليش؟ طيب يعني في البرنامج أحد اتصل علي بسجل شيء، بسجل عمل بحضر العمل؟ لا. طبيعي. احتفاظا. في اقتراح يقول لك ليش ما تتوجه للتمثيل أحسن من الإنشاد؟ يقول أحس التمثيل. والله شوف التمثيل ما أقول إني ما أجيده ولا أقول إني أجيده، يعني نص نص. أنا أحتاجه لشباب خاصة يعني في المدهال أمثل، لكن برا لا ما أمثل. جميل. الداعية إلى الله تقول لك كنت في البرنامج أو في أمنياتك في البرنامج أنك أمنيتك أنك تلبي أمنية أمك. وش أمنية أمك؟ أو تنفذ أمنية أمك. هذه من فين جابوها هذه؟ جابوها السناعيس. والله هذه أمنية عاد بيني وبين أمي، وإن شاء الله تحقق بإذن الله. يمكن حتى أمي ما تدري عنها. طيب لكن أنا في سؤال يقول لك في الانستغرام عندك دعم مو من أقاربك، مع إن أقاربك ما حد منهم دعمك. يعني فريق الدعم ما في أحد من أقاربك. وش السبب يعني؟ والله شوف يمكن شوف في البداية الواحد ما له إلا أقاربه أول شيء في البداية. حلو. لكن كظهور خلاص شافوا إن فيصل ما يحتاج دعمنا كإعلاميا، لكن كمعنويا هم واقفين معي ما يحتاج. طيب نور الرامزي تقول مساء الخير كابتن كروم، ممكن تسأل فيصل إيش يعني لصالح شري؟ شري هي حاطه شري موجود شري. لا اسمه صالح شري ولا حد يكتب الشري، لا شري بس ترى. واذا خرج ابراهيم هل يتاثر فيصل او لا؟ والله اني بتاثر اكيد، لكن صالح ما هو طالع ابراهيم قبلي ابد. طيب لو عرض عليك برنامج او عمل انشادي او في موسيقى تقبل ولا لا؟ لا. حلو. رأي فيصل في بعض البنات اللي يعني يعجبهم الشخص سواء كان من مظهره ولا من بغض النظر عن رسالته ولا هدفه اللي يقدمه للمشاهدين، يعني فقط مقتصر على المظهر ولا المنظر وزي كذا. وش رايك فيهم كمشاهدات فقط متابعات؟ والله شوف النظرة عند الكبير والصغير في نظرة إعجاب لابد منها،
لكن خص لك نظرة ثانية لما يقدم هذا الشخص من فائدة، أو وش هو، ليش شفته قدامك، وش الحاجة اللي يقدمها. إذا هي حلوة فاقبل مظهره كويس. خارجي والداخلي. إذا ما هي بحلوة فلا تقبل مظهره لا داخلي ولا خارجي. ثلوج الشتاء تقول لك فيصل أنت مشاغبتك في البيت تذكرني بالابتدائية، في المرحلة الابتدائية الأطفال اللي أي بيت في البرنامج يعني. إيه. والله شوف فيصل ترى كذا برا وداخل. والله كذا فيصل مرتاح أنت نفسيا كذا؟ كذا إيه والله عاد يا أخي أهم شيء راحة نفسي، على قولة الرجال أهم شيء راحة روحي. صافي نازل القحطاني تقول لك وش سر التوتر بينك وبين عوض؟ دقيقة حتى عوض جاني قال فيصل ولد بيني وبينك شيء؟ قلت لا. قال طيب جتني أسئلة خاصة يوم العيد. قلت وانا جتني أسئلة بيني وبين عوض يا رجال والله العظيم والله أنا أقولها لكم من عوض جاني. قال أقسم بالله يا فيصل لك معزة ولك غلا لله ليش ما أدري. فحاولوا يا الجمهور أنكم بدال ما تبعدون القلوب وهي صافية حاولوا تقربون أكثر. طيب وش رايك يا مخرجنا يوسف نشوف صورتين ونرجع للأسئلة خارج برنامج المدهال. نشوف صورتين. هاي الصورة الأولى يا ريت تكبرونها شوي إذا في إمكان. واجعلنا بدام ناقص الورد في المخبأ. حتى نحط الورد ما بطالع أنا أصغر واحد. أنت أصغر واحد يمين. أنا اللي أصغر واحد على اليمين. جميل. من فوقي محمد صفر، يساري محمد، اللي جنبي عبد العزيز، هذا أنا. ليتني باقي صغير. طيب نشوف صورة ثانية. أرحب يا أبو عبد العزيز. مين هذا؟ هذا خوي أبوي الروح بالروح. حسبة الوالد. حسبة الوالد أكيد. شيخ إبراهيم محمد بن جماح. ونعم والله. ما عليك زود يستاهل. الله يوفقه. تعطيك كلمة 10 ثواني. والله هو هنا طبعا طالع هنا الكاميرا. يعني والله ما ادري ايش اقول له ابو عبد العزيز، لكن الله يوفقك. وهو دحين ارتقى درجه اعلى في وزاره الشؤون البلديه والقرويه ما شاء الله. وانتقل ما ادري انتقل للباحه او لكن ارتفع درجه. فالله يوفقه ويجعل ما يقدمه لله ثم لوطنه. والله يوفقه ان شاء الله. طيب فيصل الغامدي عنده لغه انجليزيه ليش ما استثمرها؟ والله شوف انا قلت لك بعد الجامعه دخلت على دبلوم التربيه العام. كانت ممارسة الإنجليزي ضعيفة شوي بحكم البيئة اللي أنا عايش فيها. يعني بعدين دخلت في الإعلام إنشاء شالات، يعني ضاعت شوي اللغة، لكن بإذن الله دورات يرجع في شيء بإذن الله. كيف علاقتك مع جيرانكم؟ ما عاد عندنا جيران ذا الحين كلنا نقل، ما عاد عندنا جيران. العلاقة تمام. مرحلة الثانوي والمتوسط كان في واحد مترصد لك وبين قوسين انواع التكفيخ. ما بقول تقول اسمه. ما ابغى اقول اسمه انا. الله يستر ابد عاد ايام بزارين على قولتهم. صدق تنصفق دايم اول. من هو اللي يقول ما تصفق؟ ما في يد الا فوق يد. بس في واحد مترصد لك. مترصد لي يمكن وقتها لكن الحين لا. ايه هو داير اكيد ما. ايوه اوكي مترصد. والله لو جساس مو الحين. لا تكلم من وقتها يعني. ايوه ما ينبسط الا من يعطيك كذا حاجه بسيطه. لا ما بعد لا بالعكس كنا والله دايم، لكن اذا ما مر اسبوع واحنا ما تكافئنا لا ما نرتاح. طيب فيصل الغامدي لو انعرض عليك من الإدارة عرض وقال لك قدم فقرة من فقرات برنامج المدهال 2، ايش الفقرة اللي راح تقدمها انت تحس انك مناسب فيها؟ والله يا المطبخ الصيوان، لأن في تقديم شوي ما بذيك الرسمية، والصيوان فيها ريحية والمطبخ فيها ريحية. بقية تبغى البرامج اللي فيها ريحية ما فيها؟ هي ريحية ما فيها تكلف، ما فيها تكلف ولا شيء، ريحة هذه. جميل. فيصل إذا تضايقت أنت في المدهال من الشخص اللي ترجع له من المشاركين معك في البرنامج؟ راح حمص الله يستر عليه.
طيب من بعده؟ صالح ما في غيره. صالح شريف، مع انه كان معي هو صالح من اول، لكن عبد الرحمن كان له اثر كبير وفي الشباب كلهم اكيد ما حد ينكر. محمد الزهراني يقول اسعد الله مساك بكل خير. ابغى اعرف اخونا خلوق فيصل من اي قريه يعجبني فيه ركاته ودماثه خلقه. فيصل الزهراني شكلك ما تتابع برنامج كثير يعني. عجبتني رزانته، يمكن ركاته قصد حاجات معينه. اسكت تخرب نسكت، خلها على دماغك. طيب محمد الزهراني هو راح يجاوبك. ابد تحت مطار الباحه في العقيق، في العقيق بيني مطار نص كيلو. هاي الله روح دور كنت في العقيق. العقيق الله يسعد اخوي محمد، واشكر لك متابعتك لي. شهاده على راسي الله يستر. كنت العتيبي تقول انا اعلمكم انهم متصنعين. لا طبعا في اسئله مكرره كثير من اقرب واحد لفيصل. وش طموحك؟ اسال فيصل وش فيه قل نشاطه في البرنامج. بنت الغيثي وصدق في اسئله كثير يقولون ليش فيصل قل عطائك وجهدك وحماسك ونشاطك في البرنامج؟ شوف السببين. السبب الاول هو تغيير الروتين في يوم العيد، ضايق عليه من ناحيه النوم والتنظيم الوقت. الشيء الثاني دخولي في البراي الاخير خاصه، يعني شوي اي اثر عليه شوي. طيب لكن الحمد لله. طيب لو تطلع برا اللوكيشن الخفايا وتلقى ولد اخوك تميم، كل خير. ولد اختي قصدك؟ او ولد اختك. إيه؟ والله عادي يعني. تنبسط ولا عادي؟ ما انا ما ينبسط التميم. طبعا هو شعور ممكن ما يكون موجود، يمكن يكون موجود يمكن ما يكون موجود، لكن وش يكون شعورك؟ والله ابد ما بيسري ذا اللي ان جاء. اكيد مره. يقولون لا تترك الشيلات، انت مبدع فيها. هل ترى نفسك فعلا مبدع في الشيلات؟ لو اقول قيم نفسك من 10 كم تعترف؟ 6 إلى 7، 6 إلى 7، باقي ما وصلت. مع اني مالي حق اقيم نفسي، لكن انت قيمت نفسك. طيب في بعض يقول انك اوكي اوفر، في بعضهم يقول لا انت قللت. ايش رايك؟ قللت ايوه تقليل بسبب حتى اسئله جتنا على المطبخ، جتنا على علومنا، ازعجتنا بلا شيء، زعجتنا بلا شيء، لكن حظ من ضاق صدره ثم غنى هذه اساسيه البرنامج. طيب سمعنا شوي جزء منها الحين معلش. هو لكن الانشاد في فقره خفايا له طعم ثاني ونكهه ثانيه، حاجه 15 ثانيه بس. الشيء ازرق قدام علي. ايه حظ من ضاق صدره ثم غنى، قام يجتر عذبة اللحون، أزرق دمع جا منا ومنا، سع ما رحوا ولا ودعوني. أزرق دمع جا منا ومنا، سع ما رحوا ولا ودعوني. أتمنى مجيك وأتمنى أن عيونك تطالع في عيوني، كل عرق من الفرقات ثنى، والدليل انها كثرة تشطوني. كل عرق من الفرقات ثنى، والدليل انها كثرة تشطوني، والدليل انها كثرة تشطوني. صح لسانك، صح لسانك، صح بدنك. ابدعت. أصالة نجد تقول ليش ما تدافع عن نفسك؟ ليش ما تاخذ حقوقك؟ انا قلتها قبل شوي، اذا حد اخطا علي قفي وخليه. ما هل تتوقع ان هذا يعني ما احب اواجهه؟ هو صح، هو من يعني ما دافعت عن حقك تنهض، لكن انا ازعل في حاله واحده. اذا احد اخطا على احد يصرف فيصل ولا على حق فيصل. فيصل تكلم عن مرحله ابتدائيه بشكل مشاغب. انت لا مسالم؟ ابتدائيه لا. مسالم؟ ايه. شاطر ولا كسلان؟ لا بداية الابتدائية لا كنت الحمد لله. قدام ولا ورا كنت؟ لا قدام؟ والله اني ما اذكر يا رجال. مين المدرس تذكره في الابتدائية ما نسيته؟ صالح مديس، عبد اللطيف. ايش كان يدرس؟ عبد اللطيف كان لغة عربية. عبد الواحد زهراني الله يستر على هذا مربي اجيال. الاستاذ جار الله زايد درس ابوي ودرس اخواني كلهم ودرسني. ما شاء الله تبارك الله. الله تبارك الله، والله العظيم انه رجال يذكر بالخير، الله يوفقه ان شاء الله. والمرحلة المتوسطة؟ أستاذ عبد الله خضر. أستاذ لا أتكلم عن حياتك أنت، ما أتكلم عن المدرسين. يعني
هذه وسط المراهقة، يعني كان فيها الشغب، اللي يقول ما شاغب إلا عاد نادر في ناس، لكن تحصل بعض. طلعت بقناة المجد قبل؟ إيه. شو برنامج؟ برنامج جدا له مع الأستاذ عبد المجيد اليمني في شهر 11 العام. ما حاولت أن تكرر التجربة ولا ما جاك اتصال منهم؟ أنا كررت تجربة في برنامج الطايب في رمضان. جميل. طيب نشوف يا يوسف صورتين. الصورة الأولى عشان نعلق عليها. هذه الصورة الأولى يا فيصل الغامدي، شايفها؟ شوف الصورة موجودة قدامك، شايفها؟ ما تشوفها؟ لا صدق؟ ما طلعت لسه باك. حسبك يا يوسف، شكل يوسف ياكل شاورما الحين. هذه الصورة طلعت قدامك. عبد الرحيم. طيب على بال ما يجهزون، أنا عندي سؤالين 3 أسئلة. تجهز الحين. طبعا مذهلة كلنا الاتحاد واشواق نفس السؤال. يقول وش هدفك او اول ايش اهدافك بعد ما تطلع من البرنامج؟ ليش اخواننا ما جاوب العيد؟ اشواق سالناه. وش امنيتك اللي كنت تتمناها؟ قالها قبل شوي، امنيه لامي وهي خاصه. 9/16. وش سر الرقم 9/16 يا فيصل الغامدي؟ من الأخير. اي نعم. أجمل لحظة بحياتي. جميل، أجمل لحظة بحياتك. بس وش اللحظة هذه؟ خلاص أعطيتك اللي عندي. أعطيتك اللي عندي، ما عندي زين. بس إن شاء الله توعد الجمهور بعد شوي تقولها بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب الصورة جاهزة يا يوسف؟ طيب مودي فيصل إنسان مبدع. على فكرة مودي حاط 7 16 19 10 اسمها بكيفها. بكيفها. ما هو بكيف فيصل، بكيفها بس هي. فيصل إنسان مبدع متواضع وعفوي جدا، ويمتلك خامة صوت جميلة جدا، وهو كتلة من النشاط والإبداع في برنامج فاله بيرق. كرم اقرأ. أنا أتمنى أقرأ أسئلة، ما أبغى مدح. على راسي على راسي. لأن المدح والله كله كثير أبو فيصل، لو أقرأ مدح 3 حلقات ما تكفيك. الله يسعدك. وأنت تستاهل والله. يعني. لكن أنا ودي أسئلة، لأن الأسئلة تخدم السؤال وتخدم المتابعين الثانيين. يعني المدح ما يحتاج، فيصل هو راس الهرم في المدح. يعني ما بتشارك في زد رصيدك لو حصلت لك فرصة؟ مع انهم خلاص اختاروا المشاركين هم انتهوا. لا ما تشارك؟ لا. ليش؟ خلاص يعني عرفت قيمة البرامج الواقعية وعرفت ظروفها. يعني غبت عن، لا ما هم متعبة، غبت عن أهلي فترة، خلاص ما راح أكرر. ثاني حاجة بالمليون مشاهدين مني، خلاص عرفت فيصل برنامج واقعي، ما بطلع بشيء جديد. ريان الأحمري يقرب لك؟ لا. طيب في تشابه بينك وبين ريان الأحمري. أخلق من طبعا سنجار الشمري قال توقع بالنسبة ل 9/16. أقول لك التوقع؟ قول. يقول لك تاريخ، أقول عادي؟ روح. يقول لك هل هو يقول توقع انه تاريخ زواج فيصل، خطأ ولا صح؟ الحين التاريخ انا حاط ساعة، ماني حاط تاريخ. ساعة ترى ما بتاريخ. جاوب على فيصل، على سنجار الشمري. لا. طيب هل يجي بخاطرك ان راشد وعجلان ومحمد رحيل وعوض والسليطي ينظرون له وللبقية نظرة انهم يستصغرونهم وغير واعين؟ هذا من سار السؤال. يعني هم يستصغرون؟ ايه. لا ما اشوفها منهم. لا. نظرة سارة يمكن تكون خطأ، يمكن شافت لقطة كذا. طيب يا شريف ممكن تعطينا صورتين؟ الصورة الأولى، يا سلام صورة جميلة. هلا صورة سوداء. باقي 5 دقايق؟ الحين فاصل؟ لا الحين فاصل احنا؟ يلا يوسف مالا، يوسف المخرج جاء عندي هنا. هذه الواقعية الصح. يلا هذه الواقعية. انا كنت لا عاد نشوفك هنا يا يوسف. يلا فيصل شكلي بخليهم يعرضون الصور كلها الحين عشان ما باقي وقت. ابد يا اخي راح. معليش مشاهدينك، والله توقعت فاصل، جاء المخرج هنا وقال بس انا دائما اقولها برنامجي ذا ولا حتى برامج لما كنت في بدايه ولا برامج ثانيه ابغاها العفويه، يعني سوالف عادي يمر من قدامي واحد ما عندي مشكله. حتى اللي يتابع برامج الاطفال من قبل 7 سنوات 8 سنوات كنت اقدم كذا، يمر من قدامي واحد عادي ايش فيه ايش السالفه، يرجع ما صار شيء، ويطالع الكاميرا ويرجع ما قطع صلاه، لا يطالع الكاميرا كذا ويطالع لي ويمشي.
طيب يوسف ايش رايك بس نعرض يقرب لك سعيد الشهراني؟ لا بس هذه همسه تسال. لا بس قابلت اكثر من مره، بيني وبينه معرفه. لا آه تقولون يشبك سعيد الشهراني، لا قابلت اكثر من مره اعرف يعرف. سعيد ونعم والله فيه. اكيد ما كلنا يتشرف معرفته، بس بعضهم يقول لا تقرب لسعيد. لا لأن حتى يوم خذيت الجوال في العيد ما تواصل مواصل سعيد، لا تقلد سعيد لا تقلد سعيد، هالكلام هذا ما اثر فيني. لا بقول شيء هو انا متاكد حتى المشاهدين حتى اللي غرد التغريدات هذه كل واحد له طريقه معينه. فهمت كيف؟ سعيد ونعم فيه، ومو يعني ما شاء الله تبارك الله وصل 1,000,000 متابعين، ويستاهل كل خير والله. وحتى انا غردت تغريده قبل فتره مدحته فيها وكذا انه انسان خلوق والله يستاهل. فما في داعي للمقارنات ابد يعني، لانه كل واحد له. انا والله قلت لا تقارن شخص واحد بيطغى بيستحقون الثاني، طغى الاول بيستحقون الثاني. يعني لا تقارن احد بحد، خلوا كل شخص لحاله. خوالك غمد. ونعم من الصغام. نشوف الصور، نعرض صوره، كل صوره 10 ثواني وعلق معاها 10 ثواني فقط. يلا عبد. يلا هذه الصوره الاولى. الحين تخالفني يوسف. طيب بسألك إذا جت الصورة الأولى جهزت اعرضوها على طول. همس بنت سلمان تقول لك وش شعورك لو وصلت البيرق؟ وصلت النهاية واخذت البيرق بشكل سريع. والله شعور ما يوصف، فرحة. أنت راضي عن فكرة تصويت البرنامج؟ لا. تغار من خالد عتيبي؟ أغار؟ ايش اللي أغار؟ سلامات. طبعا انا اقرا بشكل سريع. لا راح وانا بجاوب بشكل سريع. لو جاه واحد، طبعا هذا حنين الخطاب من الاردن، لو جاه واحد وعرض عليه يقدم برنامج محافظ في قناه غير محافظه، هل تقبل ولا لا؟ برنامج قناه غير محافظه تقدم برنامج عادي محافظ، تقبل؟ برنامج حافظ قناه محافظ اقدم. بس سعيد الشهراني انا كنا وياه قبل فتره بمهرجان، وطلبوا مني اداره المهرجان انه انا ادردش مع سعيد وكذا واحجر له، فسالته السؤال هذا نفس الحكايه، قال انا ما عندي مشكله في القناه ايا كانت القناه، لكن اذا كان برنامجي كويس اقدمه ما عندي مشكله. هذا بس عشان قبل شوي قالوا سعيد ما سعيد زي كذا. في احد قريب له يرتاح يجلس معه غير مشعل؟ هذه الصوره ايش تعني لك؟ هذا عمي محمد السرفاد مع وزير التعليم عزام الدخيل. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك يا براء، اشتقنا لكم. من اللي ورا تعرفه ولا؟ لا والله ورا ما اعرف. طيب اللي بعده الصورة الثانية يوم التخرج جامعة الباحة في الاستاد الرياضي. هذه عشان تعلم الناس ان في ساعة جديدة ولا وش؟ اي حركات كنا نسويها قبل. ولا طافية ما في حجاب. من بعيد ما يواضح. من بعيد ما يواضح. هذه الصورة قبل شيء والله ما عرفتها. لا توقع انه مع عبد الغني اتوقع. نعرض صور ثانية لان باقي صور غير هذه. ارحب يا ابو ياسر. هذا مين؟ هذا عبد العزيز اخوي الاكبر من هذا، انا صغير لي. الصغير انت طبعا واللي شوف الترابط، شوف الاخوه. اي ما شاء الله واضح. معكم النخله ولا بالعكس؟ كيف؟ لا نشوف الصوره اللي بعدها. بالنسبه لغيمه مطر انا سالت السؤال والله ما ادري هو سؤالك ولا لا، بس احنا ما عندنا تحفظ باي قنوات يعني مسحوب عليه عشان السؤال يعني مجد. لا انا سالته قبل شوي سؤال بس ما ادري هو سؤالك ولا لا. طيب ايش رايك بالصوره هذه؟ تحمل 4 شباب، كوميديا، واقعيه، عفويه، فهاوه. صحيح ولا لا؟ شوف كل صوره كوميديا صحيح؟ والله صادق كوميديا صح. كوميديا صحيح؟ واقعيه صحيح؟ واقعيه اي صحيح، لكن يومين ذي يبغى له جلد خالد شوي. يبغى له. اي طيب فهاوه جوالات العيد يبغى له جلد شوي. طيب فهاوه صدق على اسمه. عفويه. ما احكم على نفسي. جميل. ليش تتجنب محمد كثير؟ هذا طبعا بالتهاني، سؤال من تهاني. ليش يا فيصل تتجنب محمد كثير؟ خلوا محمد يتكلم الحين عشان تشوفون انا اتكلم عنه. جميل. محمد طيب في بنت الغيثي الله يوفقها ابو سعد وكلنا سلمان وتهاني ولازورد. لو اعطوك بطاقه نجاة ابراهيم من تعطيها؟ هذا من لازورد بنت سلمان. صالح. طبعا بنت سلمان ما شاء الله تبارك الله اسماء كثير من المتابعين حطوا بنت سلمان، طبعا الملك سلمان وكلنا عياله. كلنا عيال سلمان ابد، كلنا الارض. فايش رايك؟ من تعطيها؟ صالح شري. طيب كم لك علاقه فيه قبل البرنامج صالح شري؟ اخي من يوم عرفت الحياه هو. ها؟
من يوم عرفت الحياه احنا وياه سوا. صف اولى ابتدائي تعرفه؟ لا هو متقدم مني بسنتين تقريبا 3. بس متى عرفته؟ يعني خويته قصدي إيه. صح. لما انتقلت انا المدرسه هو من قريب والجماعه سوا، لكن صارت علاقتي بها اكثر من اول ثانوي تقريبا. جميل، صرتوا مع بعض. اجتمعنا مدرسه واحدة. انتم راعي مشاكل؟ كم مرة تهاوشتوا مع ناس ثانيين؟ ايوه جيب لي خاطرك. ايه لا كم مرة تهاوشتوا مع ناس ثانيين وهو هرب وانت اندقيت؟ لا فيصل لا لا طيب شباب كذا انت. كم مرة واحدة ايام دراسة ايام ثانوية. ايه طيب ليش هرب هو وانت؟ لا كلنا الاثنين كلكم طبعا هربتوا؟ من موقع الحادث. لا بس انت لحقك شيء. كيف؟ انت يمكن مسكوك وكذا إيه لكن إيه. هو هرب. لاني معه. هو ما شاء الله سريع. لاني معه. لا ما هو سريع بالعكس انا مشيت قبله. لا بس هو طويل سريع خطواته خطوة طويلة. لا هذا ما هرب لكن رجعنا سوا. حصل انتهت الامور. طيب في صور يا استاذ يوسف؟ اذا ما في صور خلاص خلي اللي هذا موجود. في صور يبدو. أصالة نجد سألتك سؤال. حصوصة الحميدي تاج راسي حجابي سارة. في أسئلة. هل يجي بخاطره أن راشد وعجلان ومحمد رحيل وعوض واحمد يقول بعد له البقين؟ هذا لا سألت السؤال قبل شيء لنا مرة ثانية. لا تحددون أشخاص مع أشخاص ضد أشخاص. حلو. هذه والله العظيم انها سلبيه تجاهنا. طيب بنت الكويت تسال تقول لك استاذ كروم بلاش تاخذ اسئله محبطه. والله مو في اسئله محبطه. لا بل. على فكره انا يا متابعين، انا ما بغيت اقول يا جمهور، يا متابعين، انا اي شخص يجلس عندي هنا قبل ما اتكلم معاه وقبل ما يطلع بث اساله سؤال يقول هل في شيء ما يضايقك ما تبغاني اساله؟ ما اساله. لا صح. يقول لي ايه مثلا لا تستني كذا كذا ما عندي مشكله فيها انا، لكن ما في شيء محبط، والله ما في شيء محبط. فبنت الكويت انا داري ان فكرك ارقى من انك تقول كذا، وانا داري انك يعني حريص على البرنامج، حريص على فيصل، حريص على اكيد ما في شك. وانا حريص على فقره خفايا انها تكون فقره جميله انا وممتعه. لا تخاف ولا ما بشيء. الله يسعدك يا رب. أصالة نجد اشكركم الله يسعدك. اسئله. هل من اسباب خصم الاعداد هو اظهار لسانه اثناء الحديث؟ كيف دائما يخصمون عليك الاعداد عشان لساني يطلع لسان. طيب كيف يقولون الحرف اللام؟ كيف يقولون الحرف اللام؟ لازم يطلع لسان. أمول تسألك تقول هل أنت مسوي ابتسامة هوليوود؟ هوليوود قلها مرتين. هوليوود صدق؟ ايه جميل. طيف الأحلام كأنها تسأل سؤال مع تحقيق. متى الجوالات معكم؟ ما معنا جوال. ما معكم جوالات؟ لا والله. أكيد. لا والله. ترى في لجنة تفتيش بعد كم يوم. فتش. خذ راحتك. لا هذه الإدارة ماني داخل أنا. هو بعض غلط. متى قبلوك في البرنامج؟ يوم قدم لا يوم اعلن الاسماء. شو اللي يوم اعلن الاسماء حقت القبول. والله شوف اكثر من 200 تغريده لحد الان اللي ما قريتها اللي بعد ما بدا البرنامج، يعني كلهم يسالونك اسئله. الله يعطيك. انا طبعا اشكرك. انا ودي اختم، لكن ودي اشكرك حبيبنا فيصل، انت نجم ما شاء الله تبارك الله مبدع. في اسئله جميله طبعا ارجع واكرر للجمهور للمتابعين. بالنسبه لفقره خفايا، انا فقره خفايا لي رتم وطريقه اقدمها. اخذ جزء صور، جزء من القديم له، جزء من مواقفها داخل البرنامج، جزء من الاعداد، جزء من نفس المشاركين اللي موجودين معاه كحاجات ما حد يعرفها ونطلعها للمشاهدين. انا فيصل اعرف عنه حاجات كثير، لكن احترامي للمهنه واحترامي لفيصل واحترامي لاهل فيصل ما حبيت اتجاوزها. بعطيكم مثال على انه هو ما يحب ان احد يعرفها. 916 بتجاوب على المشاهدين مش معناها ولا لا؟ لا رفض يجاوب. نلتقيكم في الاسبوع القادم يوم الاحد الساعه 10:30 باذن الله تعالى. معكم اخوكم كروم الى ذلك الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شكرا وعفوا. العافيه. ابدعت الله يسعدك. الله يسعدك يا رب. شوف ما تعبت بس حركات ما طلعت الفاصل. ايه هسه ما تعبت. لا عساني ما تعبتك بس لا الحمد لله. ايش فيك كذا متلخبط؟ حاسم في هوا يعني والله اللي حاس. انا قلت لك قبل لا يدرك قلت انا ما اضمنك. ليه؟ انا راعي مقالب. ليه انت تطلع مع البهوة بعدين خلاص صدمك.
طيب عادي لما تطلع انت، انا بجلس هنا مرتاح. يلا. لا خليك. ليش ما وش 916؟ ليش تضحك؟ لا ما يبقى الهبل بالضبط. طيب ما في هواء، انا اعرفها ابغاك تقولها. اقولها عادي الحين؟ أضرب لك برا. اقولها؟ عاد انت اعطيتني وعد بكيفك. كيفك. مشينا. الكلام. باخذ جهاز بلانسر. انك خطا الحياة اخذ وعطاء، لو يصير اللي يصير لك هنا حب وغلا، للمعالي دوم فز انت في مد